هل بقى سرقة الأعضاء كدبة هي كمان؟ بدأت فكرة تجارة الأعضاء من زمان قوي، وتحديدا في أوروبا اللي انت تعرفها النهاردة ببلاد التحضر. كل الأغنياء في أوروبا وقبل فكرة طقم الأسنان لو حد فيهم كانت وقعت له سنة ولا ضرس كان بيلجأ لعملية زرع الأسنان، بس أسنان إنسان حقيقي. فكانوا بياخدوا أسنان الفقراء والمتسولين علشان تتزرع في أسنان الأغنياء، وما كانتش بتتاخد بموافقتهم أصلا. وفي أمريكا وبعد أول عملية لزراعة القلب في التاريخ حصل نشاط كبير جدا في تجارة الأعضاء، لأنهم كانوا بياخدوا أعضاء الفقراء والمحكوم عليهم بالإعدام بالعافية وبدون موافقتهم. وطبعا أعضاء الجماعة أصحاب البشرة السوداء والأقليات هناك، لأن كانت العنصرية حاجة صعبة جدا في الفترة دي، لحد ما تيجي الصين وتعلي على العالم كله وتروح تتصدر قائمة أعلى الدول اللي بيتم فيها تجارة الأعضاء. الصين بتاخد الأعضاء بتاعة المعتقلين وكمان المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد ما يتنفذ عليهم الحكم. الصين بتكسب من تجارة الأعضاء البشرية 20 مليار دولار سنويا. انت متخيل الرقم؟ طب هي بتجيب كل الاعضاء دي منين؟ في طائفه دينيه هناك اسمها الفالون جونج، في اواخر التسعينيات اعدادهم زادت جدا وبداوا يشكلوا تهديد قومي على الصين، وده زي ما كانت بتشوف السلطات الصينيه، فكانت بتعتقلهم وتاخد كل اعضائهم وغصب عنهم برضه. ومش بس كده، دي كانت بتبيع أعضاء حلال، يعني كانت بتاخد أعضاء مسلمين الإجيور اللي بتعتبرهم زباينها وبتبيعها بره الصين تحت مسمى أعضاء حلال على اعتبار إنهم مسلمين وكده يعني. والأعضاء الحلال دي أغلى، يعني الكبد مثلا سعرها في 2020 كان 300 ألف دولار، وده ضعف متوسط سعر الكبد العادي. يعني حرفيا الصين صدرت كل حاجة للعالم حتى الأعضاء البشرية. ومن كتر تمادي الصين العالم الطبي كله اتقلب، بدأوا يمنعوا الأطباء الصينيين تدريب على عمليات نقل أو زراعة الأعضاء. وموضوع الصين ده تحديدا طويل جدا.